إذا السلام عليكم وأسعد الله يومكم. إذا دائما معكم لمواصلة تغطية أحداث كأس العالم. فالآن كأس العالم وصل إلى مرحلته النهائية، وكما تتبعتم معنا مقابلات النصف النهائي الأولى اللي دارت بين المنتخب الإسباني والفرنسي، وكما تتبعتم انتهت لصالح إسبانيا بهدفين لا شيء. ثم المقابلة الثانية بين الأرجنتين والإنجليز انتهت، يعني مقابلة كانت دراماتيكية، ومقابلة كانت يعني منصفة لكل الطرفين، ولكن الغلبة كانت لصاحب التجربة وصاحب الطموح، لهذا فمعنا أحسن محلل في العالم، معنا المحلل المعلم يعني أخي. فبالنسبة للمقابلات كما لاحظنا مقابلة أمس بين الأرجنتين والإنجليز، ما هي يعني أهم أحداث يعني، وكيف بدت لك هذه المقابلة بالنسبة لي يعني كمتفرج وكمتتبع لهذا كأس العالم؟ يعني كيف يعني أخذت الصورة وأخذت القراءة عن هذه المقابلة؟ تفضل مشكورا. نعم، شكرا لأخي، وشكرا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. إذن كما قلت أن النصف الأول بين المنتخبان الإسباني والفرنسي هو اللي تحكم في المقابلة، والمنتخب الإسباني يعني فايت أنه سبق أن فاز بكأس أوروبا، وخصوصا كذلك أنه سبق أن انتصر على المنتخب الفرنسي. إذن فهذه هي يعني المقومات اللي جات اللي دخل بها المنتخب الإسباني، وبها يعني دخل بطموح وبهذه الشجاعة وبهذه الشخصية اللي فاز بها سابقا. كذلك المنتخب الفرنسي دخل بثقافة أنه سيلعب أمام البطل وأمام فريق يعني أقوى منه فايت سابق. هذا هو اللي جعل المنتخب الفرنسي لم يدخل نهائيا في المقابلة، ومما زاد في أن المنتخب الإسباني يعني تشجع وفاز بالمقابلة. إذن فبالنسبة للمقابلة الثانية المنتخب الإنجليزي يعني لاحظنا بأنه يعني أخذ المبادرة في الشوط الأول، يعني كان نسبيا متفوق في جميع تدخلاته في جميع يعني مجريات اللقاء، يعني كان نسبيا متحكم في المقابلة. وفعلا هذا التحكم وهذا السيطرة اللي كان يقوم بها المنتخب الإنجليزي، في حين المنتخب الأرجنتيني كان يحتاط ومتخوف من السقوط في فخ الأخطاء. فعلا هذا ما وقع له في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 55. لاعب دراغون عامل أعتقد دوراغون ولا يعني هو اللي بعد ما سجل الهدف يعني المنتخب الإنجليزي ظن بأن هنا المقابلة انتهت لصالحه، ويعني سبق الفرحة وسبق الفوز.
والتأهيل. إذن فهنا يعني المنتخب الأرجنتيني يعني أخذ المبادرة، وفعلا أخذ يعني السيطرة، وتراجع الفريق الإنجليزي، وهذا خطأ كبير بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. فبدأ الضغط الكلي للمنتخب الأرجنتيني. هذا الضغط الكلي هو يعني أصبح متحكم في المقابلة، وأصبحت الكرة في مربع أو في عمليات المنتخب الإنجليزي. هذا ما يعني زاد من حماس اللاعبين، وزاد من حماس حتى الطاقم التقني. لكن ما زاد يعني الخطأ الكبير هو الطاقم التقني اللي يعني عزز من الدفاع كذلك، وقام بتغييرات حد من فعالية الهجوم الإنجليزي، وارتكز على الدفاع، لأن قال بأن خطة الدفاع ربما يعني هي القراءة ليعود المنتخب الإنجليزي، لأن المنتخب الإنجليزي أصبح همه هو الوصول إلى النهائي بأي طريقة. لهذا يعني رسم جدارا حائطيا في الوراء. هذا الحائط يعني لابد من تلك الهجمات وتلك المحاولات وتلك السيطرة للمنتخب الأرجنتيني. فلا بد من الأخطاء، لأن لابد ستكلف المنتخب الإنجليزي، وخصوصا أن القراءة ديال المدرب الإنجليزي هي ارتكز فعلا على الدفاع بنسبة كبيرة. وهذا الدفاع يعني مما خوله أن المنتخب يعني بعد تراكم المحاولات، وكان الحارس يعني انقذ المرمى الإنجليزي من عدة محاولات خطيرة جدا. لكن اللاعبين الأرجنتينيين كانوا أذكياء، خصوصا في يعني كيف التعامل مع المقابلة، وكيف أنهم في محاورهم الكروية كانوا يتشاورون مع اللاعب ميسي. كان هو المحور والقائد في الحقيقة، هو اللي كان يخطط كيف يمكن أن يحدث ثغرات في الدفاع الإنجليزي، بذلك بتمريراته الماكرة الشيطانية فعلا وتسللاته السريعة. وهذا هو ما جعل أن المنتخب الأرجنتيني ربما في الدقيقة ربما 83 على ما أعتقد، غونزاليس هو اللي، أو فرنانديز على ما أعتقد، يعني هو اللي فتح تسجيل بقذف من خارج المربع العمليات، لأن هذا هو الحل على المنتخب الأرجنتيني. يعني جميع التمريرات العرضية اللي خصوصا كتأتي من لاعب ميسي إلى داخل يسقط كرة في مربع العمليات، يعني هذه العملية فاطن لها المنتخب الإنجليزي كثيرا. و يعني كان هناك حراسة على اللاعبين، خصوصا اللي يتميزون بالقاذفات الرأسية أو التسللات. في هذا ما جعل المنتخب الفاطن بأن يعتمد كذلك على القذفات من خارج مربع. هذا ما سهل الفريق، خصوصا اللاعب فرنانديز، يعني بعد القذفة اللي كانت بعدما أنه كان يعني بقي لوحده دون مراقبة، وتمكن يعني عن طيب خاطره بكل رياحية أنه قذف قذفة في اتجاه مرمى الحارس وتسجل الهدف. من بعد ذلك يعني قلنا بأن المنتخب الإنجليزي سيخرج من قوقعة الدفاع، لكن لم يخرج. فهنا يعني كسب المنتخب الأرجنتيني الثقة الكاملة، وواصل يعني ضغطه على، لأنه وصل إلى نقطة ضعف المنتخب الإنجليزي. إذن هكذا تمكن من إضافة هدف ثاني. هنا قلت بأن بعد تسجيل هدف التعادل يعني مازال المنتخب أو الطاقم التقني
الفريق الانجليز لم يفطن، فما زال يعز، يريد ان يصل الى ربما ضربات الجزاء او الاشواط الاضافيه. لكن المنتخب الارجنتيني لم يعطي خيارا، فمن جديد فيرنانديز رقم 23 هو اللي سجل الهدف الثاني بضربه راسيه. هنا نجحت الخطه من تمريره لميسي. اذا قلت بان المنتخب لم يستطع ان يخرج، وفي اللحظات الاخيره عاد المدرب يعني محاولة تعزيز الهجوم، ولكن فات الأوان. وهكذا المنتخب بذكائه المنتخب الأرجنتيني يصل إلى الدور النهائي. نعم يعني بالنسبة كما قلت يعني هاد التجربة، هاد الرجوع كما قلت، هاد المقابلة وقلب الطاولة، يعني المنتخب الإنجليزي، هل كما قلت بأن الخطأ مثلا للمدرب أو خطأ في التقدير أو قرأ صورة أو يعني تمكن من استفادة من أخطاء الطاقم التقني للإنجليز؟ نعم، إذن نعم كما قلت بأن المنتخب الأخطاء فعلا هو خطأ تقني بالنسبة للطاقم التقني، ويعود الخطأ هو المدرب الإنجليزي، هو اللي كان يعني هو السبب في الخسارة المنتخب يتحملها، هو لأنه لم يستطع أن يعرف كيف يجاري اللقاء، خصوصا المنتخب الأرجنتيني بقيادة لاعب ميسي. يعني كما قلت بأن المنتخب الأرجنتيني في الأول كان متخوف جدا من المنتخب الإنجليزي، كان يحتاط كثيرا، وكان يعمل يعني مقابلة تكتيكية أكثر ومسايرة اللعب بحذر جدا. لكن بعد تسجيل المنتخب الإنجليزي الهدف تراجع. هذا التراجع يعني صراحة تراجع مرعب، تراجع لم نعهد صراحة أن الكرة الحديثة لم يعني كل من يرجع إلى الدفاع فأنه سيتلقى الخسارة، خصوصا بعد أن المنتخب الإنجليزي كان متفوق وفعلا يعني قلب الطاولة على المنتخب الإنجليزي. هذا يعني درس بالنسبة للمنتخب الإنجليزي لن ينساه صراحة، لأن المنتخب تراخى كثيرا، وحتى أن التغييرات قام بها المدرب الإنجليزي كانت تغييرات لا تصب في مصلحة الفريق الإنجليزي. المنتخب كما قلت المنتخب الأرجنتيني والطاقم التقني درس نقطة ضعف المنتخب الإنجليزي، لأن عندما رجع المنتخب الإنجليزي إلى الوراء سهل المأمورية على المنتخب الأرجنتيني، ضغط بشكل كبير وأخذ أريحية كبيرة جدا، خصوصا أن المنتخب بعض اللاعبين الأرجنتين كانوا يستفزون كثيرا اللاعبين الإنجليز. هذا الاستفزاز ربما ينقص من فعالية اللاعبين في التركيز أكثر، خصوصا أن المنتخب الإنجليزي ركن إلى الدفاع. إذن هكذا يعني المنتخب الإنجليزي يعني أخذ نتيجة للتراجع ديالو، فهو تحمل هاد الهزيمة وحرم يعني المنتخب الإنجليزي من الوصول إلى النهائي. إذن سيكون نهائي حارق بين إسبانيا والأرجنتين. عموما فأعتقد أن المقابلة هي ستكون يعني حظوظ الفوز بالكأس يعني وافرة للفريقين، ولكن أعتقد بأن المنتخب الإسباني سيستفيد من خطأ اللي ارتكبه المنتخب الإنجليزي، يعني عدم الرجوع إلى الوراء، ربما سيسهل له الفوز بالكأس الثانية، والله أعلم. نعم، إذن شكرا أخ، وشكرا لجميع المتتبعين، ونلتقي في موعد
آخر معكم. شكرا. سيدتي وسادة، إذا فنكتفي بهذا القدر بخصوص مقابلة النصف النهائي بين الأرجنتين والإنجليز، اللي هو تمكن منتخب الأرجنتين من الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي للمرة السابعة في تاريخه. إذا كنشكروا المحلل، أحسن محلل في العالم. نضرب لكم موعد إن شاء الله في يعني مواعيد مقبلة. وشكرا للمحلل الكبير، وشكرا للمشاهدين الكرام، والسلام عليكم.